ايوه تسجيل الصوت عرف اسمع لي ذا سابق سنتو معي تام رقص عرف لي كيف كان سنتو والصوت شو ماسك لوق يا اخي هو ما ادري عيد لفتن ما يا سلام يا الصوت زين. اولا بعد قاعد السابق السلام عليكم ورحمه الله متابعينا الكرام انتم مش حالكم مكتبه. اولا السابق استنتم مع العنوان اللي درنا لكم نتكلم شوي عن سبينيات الحركيه وطريقهم شفتم الشبحوا عن بعد يهتموا لا ولا يغنوا ما يغنوا الفتيت والبياض كنصيحه مبدئيه بيدي اساءه في الفضاء البيضاني المنظومه اللي عندنا منظومه العريقه السنتات مع علاج متار علي البيض والحيب الله مساتير رافده تراث البيضان كامل بدون اولاد مبارك جاي يلين خبط شيخنا الموسطي معناها انه تجري غير قاعده معي حمادي والنار يوم قبضت العقيده الاشعريه كان قال مجلس السنه تاريخيا ودارت بالعقيده حروره ما حمادي هالنهار لغناته طلع من الفتيت والبياضيه ومنهم سيكن يوقع حتى سبينيات الحركه. هنا لا ينسنتي مع الطريقه القادريه في غرب افريقيا العنوان انجازات الطريقه القادريه مع الشيخ المؤسس اللي هو شيخنا الشيخ سعد بوري الشيخ محمد فاضل المامين اللي عنده اسهامات جد مهمه ويلا نتكلموا عنها به لحد اليوم. ركبوا قاس السرير اللي هما الانداد التاريخيين للمرابطين اللي جايين ينحوهم كدي تطار اللي نحن في الامثال عندنا اليوم اكثر من السرير ولا قطعه تمثل مواليد المرابطين ولا علي يتحدوها اللي دخلهم الشيخ سعد بوه بالدعوه الطريقه القادريه والسبحه القادريه وقد يخترقهم الين تمسلموا وانجازت السبحه القادريه ما عجز عنه السيف المرابطي عند الراجل من اعظم شخصيات البيضان يوسف بن تاشفين اللي عجز عنه اله هو بكر بن عمر. هذا تحقق مع الشيخ سعد بوه ولا جوجات معطيات الخلافه العامه الطريقه القادريه في غرب افريقيا باللي هذا التاسيس اللي عدل هو اللي في فتره الشيخ الطالب بويا اللي تعطى لهم الخلافه العامه للطريقه القادريه في غرب افريقيا. لماذا؟ لانهم هم قدوا يعودوا اتباعهم بالملايين. هذا من ناحيه الكم. من ناحيه الكيف اليوم الوقت اللي نعيشه فيه اقل شوي نقولوا عن الصوفيه عنها عدلت ياسر من الاصلاحات لا سيما القادريه داخل الفضاء البيضاني عن التطاحن الاكبر في القرن اللي جدون واحد عنها عادت هي اللي قالوا الحضارات لعدم الانحياز وذاك مثلا التشابك البيضاني اللي خلق وذاك الاقتتال كامل اهلوا قد يصطحبوا هنا يصطحبوا الحضارات اللي جامع فيها لا اله الا الله كعنوان مده كامله من السينما وقدت الحضارات تعدل ذاك وظلت كضمان اجتماعي ايضا. حضارات ظلت كضمان اجتماعي قوي به اللي الحضره اللي تكلم عنها اللي صاحب الوسيط اللي اخو الشيخ سعد بوه اللي هو الشيخ من العينين قال عن فيها 10,000 فيها 10,000 رجاج قابلها انشر شيخنا الشيخ من العين. هذا نموذج الحضره. لا يتكلموا مولي عن اللي زحف كثره الجوع في الحرب العالميه الاولى عنه الشيخ الخديم الشيخ مدبومبا مؤسس الطريقه المريديه عن غابه شور البيضان كامل وحل هذه المشاكل وهو الموريتان والمسلمين. والشيخ ابراهيم نصر في الحرب العالميه الثانيه زاد وزحف الكسره عن الذين قالوا المسلمين هم وعدل ياسر من الاصلاحات وفتره التسفير اللي قد عدل انجازات ملموسه ما هي الحركات الطاريه ولا هي هذه السبينيات والخلق القد يضمن الارواح. الشيخ عبد العزيز والشيخ الطالب واخوه الشيخ اياه اللي في زاويتهم في كيص قاعده فيها 5000 بيضاني معناها بمفهوم مواطن موريتاني تهيلل فيهم وعايشه ومصيره لهم ومسلكين لها ارواحهم ومسلك لها فضتها وذهب الى دخلت وعدلوها للشيخ ابراهيم نصر حفظه الله تعالى مؤلف كوله. هذا حد يلا اولا مبدئيا بعد قاعد ينزل الناس منازلهم وذلك كانوا يحلوا المشاكل ما زالوا يحلوا الى حاله لو استطاعت حاله حد كردت لا يحل مشكلته قبل لا الشيخ صادق. وطيب ذكر الشيخ اياه والشيخ الطالب وساقي توفى بنهارين جاي وفد من اكبر وفود البيضاء عندهم جماعه مكروده في مكان لا يطلع الصلاه ما قلت لا انتصت الحمد لله وراء معناها عنهم ولا حد يتكايس معاهم يعرف عن هذا درس وعن الروغ ما هم يجدد عليه قلت حد يرجع الفتاوي عن الشيخ سعد وفاته حاكم في التراب ولا خال اقوى مما كان وامتن زخم واكثر مريدين واكثر عطاء واكثر انجاز وعنهم اللي عندهم ينقالوا شرعيه الانجاز المدعمه في الشرعيه التاريخيه وشرعيه قويه بها الشرعيه بعد خابطه ظهرها بالشرف الشريفيه بعد الشرعيه الشريفيه عند المسلمين روايه كبيره يد الله اعلم حيث يجعل رسالته نص قطعي قايل مولانا وعنهم هم يوم الاخر الشرف كل حسب ينقطع ولا حسب ينسبي ولا يفترقا حتى يرد علي الحوض لين فتنا لحقنا لكم القادريه بل تلحق لا ينقيسوا الخلطه الاخرين عرفوا انجازاتهم الساعه شاوش عدوا بعد نشروا الاسلام وقطعا انجزوا ما عجز عنه السيف المرابطي. الخلطه الاخرين الصه لا يستنتوا معاهم يقولوا عن الشيخ حسن البنا ولنا رحمه الله راجل قاعد من الصوفيه لا عم قاعد حد مننا نحن لا قد نشارعون فيه راجل عنده الطريقه الحصافيه والديه هو فواك الورد ولا تم بصيفته دي
إلين خلقت لي ميزاجور الأولى اللي خلقت فيه وش السيد خطب راجل مطابق مقاطن شاب نوعه ذي الحركة خلقت سد الفراغ اللي ينقالوا وني التلبية الفراغ اللي ينقالوا سقوط الخلافة العثمانية اللي سقط الطالب وهم بإقامة خلافة وعنهم ضد التغريب وضد كتب السيد قطب الشهيد كتوبه قال هذا كامل لا يعدل مزاجه لا توفى السيد قطب هذا له هو هرى الميزان ايش الهضيبي دعاة لا قضاة وتخطوا عنهم السيد قطب وتفاهموا مع الأنظمة ودخلته المخابرات المصرية وسد برنامج أخر وعنهم وراء الفترة ذيك ضيقتهم معاه قاسوا كاملين السعودية وتوهبوا والذين قالوا الوهابية ما تمثل تاريخيا الذين قالوا السنة اللي مثلهم والذين قالوا في جميع التاريخ حد رجع للتاريخ هذه السنة والجماعة تنقال تاريخيا للشاعرة والماتريدية ومثل 90% من السنة والجماعة والله قاعد يتحدى يقول من المسلمين ما تخسر شيء قبل الصوم وعقيدة حرورة ليامس مثلا وفولوا المدرسة المحدثين وقبل الوهابية معناها نعدلوا هاي برد من الشماء تخليطها ما نرى شنو فيها الريع السعودي وعقيدته النجد والصوب وشاهين احنا بعد شياخنا المتضايقين نركبهم معاهم ويسموهم مشاوا عندنا شياخ وشرفوا ورجعوا لنا الشياخ وشرفوا ومشاوا عندنا بالعقيده الاشعريه المضبوطه ومذهب مالك والتصوف ورجعونا بالسلفيه اللي الاول تبرؤوا منها اهلها حالا ذي يدفعوا ضريبتهم وتبرئوا منها وداروا بالهيئه الترفيه ونص جماعتهم هم اللي كانت هي تنشر المذهب الوهابي ودتاشات اللي هي الترفيه عاتيه المشرفه على الترفيه والرقيص ولا لا يدخل في مقام السبعينيات وجماعه القبيل الاسمين لا يدخل هذا ايوا خطروا ذاك الهضيبيه والهضيبيه كيديناكم ضبابيه والخلطات ذا هما ما لهمش متاسين ولا يقدروا يحاكموا حتى اليوم لا يحاكم اهل موريتانيا يحاكمهم المثلث دول العقيده الاشعريه والمذهب المالكي وتصوف الطرقي هذا الخلطه ما هنا هن على شيء قاعد يقدروا يحاكموا شيخهم سنه صوفي كل بيتاو عنه اجى الاخر قال لهم جهاد في سبيل الله اللي هو مرحوم السيد قطب توادوا معاه زادوا وعادوا ينشروا كتب وياك يراوا بهم الدعايه ويطبقوا القطبيه تحت معناها ان احنا ما محاكمتهم صعبه وما حد لا يحاكمهم ولا يفهم عنه مزربع للغربان وجيلهم الصقع التالي زين من ذا كامل قال ما تقع كسحان يعود تبع يد امريكا ارتمى في حطان قطر وقطر هي اخبارها معروفه انا عندهم قاعده العيدين فيها 12,000 جندي امريكي مدجج وهي اكبر قاعده ينقال القياده الوسطى تابعه ل 22 دوله اللي في كامل وهي الشيله على اسرائيل الشيله يعني تقول اسرائيل معناها قاعده العيدين وهي اللي فيها الرصاص وهي اللي فيها اللوجستيك ومحتله منها افغانستان ومحتله منها العراق وهم يتمادوا مع هالقطحان وقاعدين يزرها ولا يقدروا يسموه وزين قاعد يعدلوا ما ذاك عنهم يتظاهرونهم قدام سفاره امريكا ما فيها جندي شاكرين سكرتين وين تخبط العيدين اللي تخبط منها المسلمين هم اللي يكتبوا بيان حسبهم اللي هم يكتب بيان يوقي مندد مع هذا ما يتواصل هذا ما هو شغله وش انه ما هو شغله انتم تتضايقوا معاه مليونات السفاره ما فيها مباس جندي سفاره ملسه ما فيها صغير وقاعده العيدين اللي فيها 12,000 جندي يعني تخبط يقوموا علينا انا ما عرفنا علينا شو عنه كان وهي فيها اللوجستيك كامل والشحن وفيها قاع قاعده التجسس الكبرى فقاع هم اللي محرمين معاه كامل اللي كار ذاك الزر وفي 400 طائره يخبطوا بها المسلمين والذي قال له اللي خلق في اسرائيل نص ما قام الطائره ولا قام شيء ما هم القاعده ذي وهم ما قدروا يسووا وقاسوا الصقاع شيء ما قد حد قاسوا ترك الصحك حق وقاسوا مولي نسخه منهم وزاره الخارجيه تختار تعدل هي النسخه الاسلاميه اللي هي الذين قالوا تجاب العلمانيين الذين تحسن توبتهم جماعة 3 تركية المعدلة خلطة فيها محرم مع المثلية وفيها الدفاع عن الشذوذ الجنسي ومزيدا يصوا فيها كان كنيسة داروا فوق قراية المثلية ينشوا بها وش مسك ما فاهمين قاسوا هيك جماعة ذاتية اللي فماتين الإسلام اللي متمحرم مع العولمة ومع كل شيء ما غادي شيء المثلية ماشي معاه والمحور الصقع كان يطبع لهم كتبهم وترجم اعمالهم التركيه اللي في علي الخامنئي حاله ترجم كتب سيد قطب ولو داروها فيه يتضايقوا معاه ولا يسموه ولا يذكروا له خير وهما ما يقدروا يعودوا جاهد من السنوار قال عن ايران هي اللي سلفتهم وهي اللي خابطت عنهم يرمون عنهم الشافعيه اللي لا الشوفه الشافعيه اللي لا الشرعيه الشريفيه والشافعيه اللي لا عن الشريفهم جهاد بعد هو اللي قدامنا نفهم وقطعا كان يقول السيد قطب ويقولوا اوائلهم الاول اللي يقول هو ومتضايقين على الخيمه مول اللي قاعده في صعده خلطه من الزيديه يقرونه هون كتبهم هون يقراوا الشو كان ويقراوا لم يرصن عن خلطه الزيديه ولين يعود عليه اطار العام متضايقين مع كليانهم يديروها فيهم يقولوا عنهم 12 احنا ما عرفنا علينا شو عن ذكاء ولا جماعه صار اللي منها موريتاني لا نوعين لا قسمين خارجين قالوا الشباب المخلصين اللي يقراوا الكتب مهتمين بلون راهم في جامعه وجاد عليهم الاخوان والنساء المتحمسات خلق قالوا وقود الثوره بمستوى الوعي قد يخزبي وفي اعماره هل يعودوا الحماسه
وماشيين في الروايات زي كذا، يعودوا متعدلين لهم ومخلصين وكل شيء. هذا ما هو هذا معدل بهم الهم، هذا شيء من الخلق جاد عليه ذا، والخلطة الأخرين الصلي هي اليافطة المديورة والحذا ما هو خارج. هذا فات قالت جماعات معنا الحركة ضدها بعد قاع شيء قالوا لوبياتها هي وأخطبوا تصري واشتغلوا على التقية وعلى ذكر رواياتكم، وهم المستفيدين من السويلات بعد قاع تجي من الخارج دي. يا الله لا ساتي تم الناس تتسول عن فضلة الخلطة الأشياخ اللي قسموا، يا الله يسولوا عن فضلة الخلطة اللي ما تقسم، يسولوا لنا عنها ذاتي يقع فيها شيء قد تربيه اللي راها فلان وفلان. وهذا الشباب يدوروا وقود السباب والمظاهرات والاستئاء للجماعة والقيادية، هي اللي متمسكة من الحزب ومتمسكة من ذا كامل. وإذا بعد الحاضر له أنا مغادرات مش حاضر له أنا قطعني متفقد عنهم جماعة حزب وسابع وحزب وحركة الإخوان، وهذا الشيء حاضر له بايتين يدقوا بايتين يجهروا الدواريك مع أحمد دادا صاحبي مع الصباح لا يسحبوا عنه وعدين الهيدال. وقطعا قاطعة المعارضة كامل 2013 وهم اللي بقاوا وحدهم، هم الخصروا يجمع المعارضة. وقطعا مولي عن التطبيع اللي هو الهان به ولا الطائع هو شرعية منفزعة عن مشاركة في حكومة مطبعة، حكومة ما بعد الفترة الانتقالية، يعرفوا ما عن مشاركوا فيها. عن الناطق الرسمي باسم الحكومة عنه قال عن التطبيع ما يتواسكون هو أعطاه لهم حقيقتين يعرفوا الخلطة اللي صنتوا لي حالة ولا يقدروا يقولوا لي كذبت. وغير التطبيع اللي يعودوا معدلين هم يعودوا ببركته، واللي يعدلوا ولا الطايصة يعودوا بلا بركة ويعودوا ويتولهم يكون فإنه منهم. وأنا ماني فاهم دقيقتهم مع التطبيع. هم قاعدة العتيد زاد ذاك الزروسيلية اللي شفنا نهار ماضي واحد من مهدد إيران ما دير بالمس عشان أرى الحركة راه كابوس كيش مغرمش. لا يلا يعرفوا أنهم عليهم لا يصدوا عن ذاك كامل. وهون عندك حد حق السؤال عن يجي فضة غير ما يعدل فيه التمييز يسول حتى حد عن فضة الشيخ هاي الناس كان فيه الغب والبيضان يسولوا عن فضة كل حد ويسولوا عن الفضل ما يفضته. يا لا يفهموا عن الناس ذاتها كلها وبنكي لهم مصرف واخر قال زادوا بنكي لي موزة. لا يلا تشتد اخبار جمعية المستقبل الشبيبة مركز تكوين العلماء تلفزيون المرابطين نختاروا مولي الناس اللي تفتح التحقيقات تبارك الله عند الوكالات اللي نحن قاعد نحسبهم اساتذتنا ونقراوا عليهم الموضوعيه ونقراوا عليهم الصحافه ودايرين لهم بلد عندنا كبير من الاخبار يتموا مره يحققوا في شيء ينتمي للحركه يطرحوا مره ما هي معصومه ولا لا الفضه وهي تخابطه هم قالوا عن فرد خابطه شو الفضه هم ما في شيء. والناس اللي تغيب كامل في شيء يغيب كان قبل البحر وعادي يغيب شرق وندع نشوشت عليهم غيبه الشرق ما يبغوا حد يغيب شرقا وتوه معاهم اذا بعد هو الفاهمان لا يا الله اذا كان يشدوا اخبار فمولي الشيء ملامح ثقافية نقول لا نحن عندنا هون إساءة ما حاملينها بها اللي هي الأهم الإساءة الثقافية. نحن ما يقدر يستبدل لنا هول وينتمي لمنظومة الهول البيضاني وبعدين قالوا تهيدين لطاتنا اليونسكو كملكية للمجتمع دولة موريتانيا ما هو لغنا أعطاه المغرب تهيدين ولا هذا يبدل لنا بقم غادر ما يجي على رؤوسنا لأن لا هنا قبلوا ولا يعود السبيني دكتور السبينيات هو اللي يغني لنا هناك يا أخوتي البتيت في البياض هاروالكم لا صبر أي تراب صار الخلق لا مراك هو هاجر هم متبدلين العقيدة الأشعرية بالوهابية عرفنا نهامهم شنو. ايوه هذا المال مولي نختاره هذا المال هذا هو اللي مشدود أخباره يعدل تحقيق في أخباره. وبالنسبة لقضيتي أنا كقضية شخصية ما هي قضية شخصية قبل أنا كتبت مقال عندي الحركة ذهية وعندي الحق فيها أني نكتب مقال كرقاش يتسائل واللي كتبته ما جرد شدا السباب والتخوين وسمي الأشياخ وسمي الشيخ محمد فاضل وسمي الشيخ عيا وإذا قاعد ليسوا بدعا فيه به اللي الشيخ عيا هو ما يسلك الشيخ عيا الشيخ عيا في حياته هذيك الساعة ما يسلك منه وهو الهيبة اللي نتكلم حاله الهيبة للشيخ سيداتي المرة الماضية توقعات الطالب وهي رصف عليه ما هي تصريفته عليه الأولى فتصرف عليه يكتب توقعاته الأولية وعدلها ضحكة أنا لا اسم الداعاتي وهو حاليا الى حد اللحظه ما فات اسمهم هم بالاسم يتم معني يؤخذ مؤخذ حوالي 1000 الحاسب اللي على الترتيبات القانونيه عليها عن مدى قاعده الدوله وبرتها. ثانيه الاخرى هو اللي حد شكره محمد الحسن ولدد وما ضار عيب الهيب ولا عيب حد اخر ولا تمعني ولا تميكيكم هذا ما هو ضار. احنا خير اللي فهم الشيخ محمد الحسن ولدد والعلامه اللي مشرفين به لروايه كبيره عندنا يرى الشيخنا يحب يجيهم يجازي بالخير معترف بالشرف ويبغي الصالحين وحتى راه انه يدير هو اللي متفاهمين معه وهو قاعد شاد معه وهو اللي مهم عندنا اللي ريناه لين يطلبوا بركته. الاخرى فضله الحجاب والرقيه الشرعيه لازم الترجمه قد تعود ونحن بالنسبه لنا درسنا نعرفوا نقولوا له هون الحجاب حتى هم الهول عاد يقولوا له روايه اخرى مشيت لكن لا مشاحه قاعد في الاصطلاح
ويلامون كلهم، يعرفون حد لا يشد اخبار الناس، يشد اخبار الناس كامله، ما يعود حد ما يقدر يسمي حركه معينه ولا يسمي سيولاتها ويسمي فوضى الناس الاخرى ويسمي مواقفها السياسيه، والمواقف السياسيه ما يقدروا يشوفوها اليوم، وحالا هم الحزب الثاني من الاغلبيه اللي عاد بعد لا التهدئه تبارك الله ما شاء الله وتمحرين مع النظام والقرب منه والسفر معاه ومجاملته والمجيله، هذا هم معدلين منه اللي قد يعدلوا. احنا اليوم معتين نعرفوا كانوا معارضه والله موالاه، لا عاد بعد عندهم زعامه المعارضه، لا انا زعامه المعارضه اللي عند النظام. نظام شو من زين اعرف قاعد فهم اسئله والله شي يقراها لي حد. اي نرجع مولي هون الشي قبيل السيتو، انا وهم رغم عنهم حركه يدعوا هاك للديمقراطيه وهم اللي مشاركين في انقلاب صالح الحنين هسه، ولكن الانقلاب ذاك وانا فكرني هم جزء من الانقلاب، هم جزء من الانقلاب على الانقلاب اللي خلق البعض يقول عن سالت فيه دماء وقتل فيه شفتم امور جزء من ذا، والخادم والسمان لا يقول شيء نبت والله يحاولوا ذاك الخير يقول عنهم لا كانوا يفتوا معناها عنهم معناها عن ظاهرتهم اللي هي باطنة السلفية الجهادية، كون السلفية القتالية والله ذاك ما يمشي عامل أحد، وهم يعدوا رواية غريبة للصوفية، لين يظهر شيخ تربية والله يبايع بالخلاف، هم الأول يعجبوه، ولين يتوفى هم الأول يعزوا فيه، ونختارهم هنا يعرفون الرواية الواحدين في شنو، وأنا هنا مطالبهم لا تحقيقات ما نبغي حد تكون يستحفي قاع ما يتواسى، والشيخ أنا قاع عمري الغالي علي ما يبغوا قاع حد يستحفيهم باللي ذكروني ولي بسوء قال جدهم علي بن أبي طالب، وحد مرق لفاه معناه أنه مو مهم، قال مولي لا يتم يحضروا الناس عدلوا التمييز الايجابي هم يدوروا تموا مذكورين ودوروا تموا لا ودوروا تموا لا خاليون خالق روايه يلا تفهم الناس عن كل حد عنده شيء ما يسمى له، الجزيره ما قسمتها الهاني والعربيه ما اسمي خلطتها السعود، وانا من راسي حالا في ذلك هو معترف عن ابن الشيخ كهو بليت الهندي ذاك الشيخ عبد العزيز يقول يعني نقطع عدل قال من خلاله نحن نحاكم به نواميس والله منظومتنا الصوفيه عن ابن الشيخ كهو وعن شيخ حكم بها يلا تعود تسمع لهم يلا يتموا يسمعوا للشيخ وناصح من هذا المنبر واعلم بان المريد تضره مخالفه الشيخ، يعني الشيخ الددو يلا يتموا يسمعوا الراجل المتعدل يا اخوتي اللي نوراني المطابق المقط الشاف يا اخوتي نوع اللي مبردع للمسلمين ولا يرى الشريف يا اخوتي ما صار منه يتموا مره يحاملوه يا اخوتي يخلوا عنه العقد الاجتماعيه وذا اليسار الاجتماعي ويتهاوش مع الناس الفضل يعرفوا عن المسافه لا ثابته عن الناس المطابقه لا يتم مسافه ثابته مع الناس ما هي مطابقه، انا لا اشبه حد يحوز الناس المتعدل هم قاعدين حوزانهم والفضل يجيبوا لا تحضر فيها المسلمين كان والخلطه الاخرى يجيبوا شو الفضل بعد قطعا تحضر فيها الاخوان المسلمين من المسلمين. والتذكير مقال اليسار الاجتماعي هم ما ردوا عليه، هم كتبوا الشيء من الكلام الخاسر عن احمد الحارث الحمد لله قاعد يعرفوا عيب الله ده، ولعل يود فيهم حد عنده شيء من عيبي ما يعرفون واللي يتواصل معي، ولعل يجوني في اخبار بنكيلي والفضه وعني نبغي الفضه نبغيها ولا عيني قاعد نقولها غير هم الزهاد تبارك الله ما يقدروا بالفضه حد منهم عنده شيء من الصايب عنه يمشيه لاحمد الحارث يمشيه لي انا ان شاء الله وراني مستقبله كتجاربي تبي ماني شريف نقبل هديه غير عندي اتاوات روحيه قطعا لها دغرت 5 قرون عايشين فيها ولاني ما ابي عنها بسم الله تو والعاد فم السيله خلص لي كان فم السيله من تام رقصت وجرجق كتاكيتهم صغير يرى نحن اللي علينا الشرفة علينا محبتهم هي اللي قالوا لنا في القرآن لا يسألك عن يشرا للمودة في القربى، طبيعة الشرفة ما هي علينا هذا الشريف بالمواقف العلنية قطعا ما يسب الصحابة هو المعلن نحن علينا لا ضواه وقطعا انه يخبط ايران وقطعا انه يغضوا الذين كفروا باطي اسرائيل اخبطها واخبطها مودي الخبيط ما خبطوا تفلاشهم هم اللي واحد منهم قابل كابوس والشرفة الحوثيين اللي سلسلتهم واضحة ما فيها انقطاع ما هي مثلا ما هي برانش مهاتها ما مركبين في الفضاء اللي لا مولاهم يسار اجتماعي وخيمتها ياسر الإمام زيد جاية أئمة الزيدية التاريخيين اللي من آل بيت النبوة هم القافلين باب المندب ويخبطوا هم المعترف ترامب اصلا ما هم واحد عندهم احمد قراتنا الخبر اللي قال عنهم شجعان والناس الاخرى بالنسبه له نسخه ما تعدل نسخه معدله تركيا على المقاس اللي مولاها قد المثليه ما عنده معاهم مشكله ولا عنده مشكله مع الشذوذ هذه خايمه ذاك هي غالقه باب المندب ولا لا يحرك شيء ما خبطوا هذا هم اللي يقودون المسلمين كاملين يقودوا متعدلين غير الروايه قبل براسها الشرفه المضبطه الا حد يعرف عنها مباركه ومطابقه هم اليوم الواقفين في اشكال اسرائيل بالنسبه لجماعه السنه في حركه حماس هم ما يقدروا اكثر من نفسهم لا يقدروا اكثر من الجهاد الخلقنا احنا ولي وشهدائهم هم اللي الحمد لله يموتوا قاعد الهكاتيه احيانا عند ربهم يرزقون الاخرين حياه تفرغ زينا راكبين في سيسا ما بنعرفنا
شنو هذا بعد هو أول عندي أنا من أخبارهم اليوم، ومطالب عن لا تشتد أخبار الفضة كاملة، ما تعود فيها شيء مجتزأ، وطالب مولي عن العادلات ميكيك ورد بي رد بيك، ما هو مهم. أنا أرى أن يدور يشوفوا كاملين ليس أنتوا أركات الردود، أنا ما بيني مع حد ردود، لا نطرح أفكاري بالطريقة اللي نبغي، ولا بيني مع حد يكمل لك ميل. أنا رواية كبيرة عندي قاع أستاذي لاني ساميه، الناس الكبار شقيط رواية كبيرة ولاني سامي الرؤوس الكبيرة، والناس المطابقة اللي عندها إسهامات فكرية كي الشنقيطي وكي العلماء هذو محترمين، غير هذا جرجق الهون تام رقص اللي هون يوقي الطيحة في الأخلاق على الأخلاق مدة ما هي قادرة فيها، هو خلقهم الشرقي مو عالم به، قياداتهم وين راوها هلا فيها وحدين بعد مطابقين يحصلون السكوت عليه. أنا ما هذا الآن قال مراهقة الإيديولوجيا ولا يسارية بعد الأربعين، قال شرشل قليل يبقى ولا نقول عمو اللي منه شمل عظاميات تخلق بين خيماتنا نحن المود الثاني بين اليمين بين اللي قالوا الخيمات الكبرات ويمين الهامش والله صار اجتماعي. بالنسبه لي سويت نارك عن جمعيه الشيخ الخيريه وجمعياتهم، انا بالنسبه لي حتى كان بيعدل العمل الجمعوي متعدل عندي، غير بعد نعرف عن جمعيه الشيخ قطعا مش رئيس محضر الوطن عدلت ياسر مش متعدل قطعا مش ساوي فيه الناس كامل ولهم ديور للزرق عدلة ياسر مش شو عندهم الارقام وعندهم غير قاعده ما النفي والمسؤوليه على الدوله والناس قاعده الدوله وبرأتهم من اي شيء، ولا دل على ذلك عند هيبه ما قد يسمي اسم حد ولا واحد اخر قد يسمي اسمهم بالمحكمه قعدت وبرأتهم، والناس اصلا تسميهم لا نعرفوها بين ذاك اللي يسوق وبين ذاك اللي اعتذر وتوفوا حد من السيد اذنيه قرب هم سامين حد ولا هم قايلين لحد شيء خاسر ولا هم امرين حد بيسمي حد، لا شك حد عني مقالبات كاتبوا ان قال لي وهاي يكتب ما قط قالوا لي شخصيات معي تراهم هم مفقع نقول لهم سمعنا فلان يقول ما يعنيك وبرد على راس والله كاتب اصلا ماني بشاورهم عليهم لا تكلم كان وتوه احمد الحرو والمقال كاتبه احمد الحرو هو كاتبه ما كاتبوا لي حد ومقيم اخبار بعد جايين وعلي قسوا احمد الحرو انا عندي حق نقد له عندي حق نقدهم ومصروفيه لا بغيت له رؤيه من الداخل عندنا حق نحن هون ما يقدوا يعودوا يطالبوا السلطات بالديمقراطيه وبالحريه ونحن هون مهامش يعني هناك معدل النكليروس كهنوت ظلماني هناك اذا يتبارك معنا خسر لهم من الدين خسر لهم من المرور هم حد ما يعطيهم سوقيات وهم يعود على عقيدته وهم يعود يشاور وحد على التخمام وهم يعود الخالق هو ما هو حق الناس كانت فرق جاي يرجعوا للسبينيات وقوم غادر ويرجعوا التخسار الهولي في الشيء خلوا عنهم الخيمات الشرفه خلوا عنهم المسلمين قاع كامل هم لا عادوا اخوان المسلمين نحن لا اخوانكم يبغوا مودين كلهم لا عادوا صاي اخوان ماده اخرى احنا بعد ما عندنا مشكله معاكم تو يلا لا يتعاذروا لا كلها الله ينصر لا قال هو اي قوم يعني يعذر بعضنا بعض عن الرياضه المتوافق يعني يتحماوا عليه دعني يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وتقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم اللي تام رقصوا شوي يشري يوقي وتركه لا اخوتنا صغار منه حد منهم كتب شيء كامل لا حايزينه بالبركه يوقي ويا ينسى بعض عنهم الله يتموا يسمعوا الشيخ خير فيه. مرحبا بكم متابعينا الكرام.